السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وانزلوا تحت في التعليقات صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. بصراحة كنت نايمة ومكسلة، وكنت مطلعة كيس لبن حطه في الحلة عشان لما يفك أو اتقطع أو أي حاجة يبقى في قلبها. فسمعت واحدة حبيبتنا في الشارع بتقول اللبن ومش اللبن، قمت نطة من على السرير حطاه في اللبانة كده وأعلق عليها. وده اللبن ده البيض اللي أنا كنت سلقاه من أول امبارح. يعني أنا بطلعه ياكله وأحطه تاني في التلاجة. هبص بقى على اللبن الرايب اللي كنت حطاه على الرخامة، لو كده هاخد منه القشطة واحط اللبن الرايب ده، بحط عليه عسل. ودايما بقول لكم البيت اللي ما فيهوش مواعين ما فيهوش روح، البيت اللي ما فيهوش كركبه ما فيهوش روح. هشطفهم الاول، وطبعا عاوزه اشغل الغساله واعمل فطار ومش عارفه ايه، وسايبه بقى حاجه الزفاره اللي هي بتاع السمك في جنب بحطها كده على البوتاجاز على ما اخلص. امبارح بالليل قبل ما انام كنت سلقه بطاطس اهيت، صفت الماء اللي فيها بقى الصبح كده وغسلتها غسلة حلوة، وقمت مغطية عليها على ما نعمل نكون عملنا فطارنا وحاجتنا، ونعلق على اللبن ونوطي عليه ونعمل لهم الفطار ونروق مطبخنا على ما يصحوا يلاقوا الحاجة جاهزة، يا دوب ينزلوا يجيبوا عيش بس. ما تنسوناش بقى بالجميل بتاعكم. يا رب قناتنا تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. اخواتنا في فلسطين دايما كده الدعاء ليهم، يعني في كل وقت زي ما بتدعوا لأولادكم ادعوا لهم، هما برضو ولادنا واخواتنا وحبايبنا. يلا بينا. والله في حاجات نضيفة بس انا بحب برضو اشطفها. نعلق على اللبن كده، نقلت البيض في طبق صغير ونحط ده بقى في الباسكت ونغسل الطبق واسيبكم شوية على ما نروق الحوض. خلصنا حوضنا وغسلناه. طلعت بقى الجبنة عشان نعمل جبنة على طماطم. مسحت بوتاجازي شلت الحاجة كده ومسحتها بالسلكة ناشفة وقماشة. كشفت على اللبن بقى اللي انا هحطه عشان يروب. طلعت طبق قشطة كده، وهنا لبن رايب. العيال قالوا مش هناكل اللبن على عسل، احطه تاني في التلاجة يمكن نعمل بيه حتة قرصة. خدنا حتة جبنة تلاجة كده وهنعمل عليها طماطمتين وحبة ملح. عملت اهوت الجبنة على الملح على طماطم، وهنا حطيت في طاسة كده حتة سمنة وقشرت البطاطس بتاعتنا وطلعت بيض. هنعمل بيض بالبطاطس، هنعمل كده بطاطس بالبيض زي ما كنا بنعمل زمان وبناكل سندوتشات اللي عيالنا بقى بيتكبروا عليها ويقولوا لانشون وجبنه ومش عارف ايه وحاجات غريبه كده. ولادي محسسين ان في قرد بره قاعدين يلعبوا مع القطه. دلوقتي فقشت البيض وعملته كده يعني يعتبر استوى اهوت. هنزل بقى بالبطاطس ههرسها واحطها له. هرست بقى البطاطس اللي انا كنت مقشراها ولا احتجت، وهنغطي عليها بقى ونبقى نحطها في التلاجة وننقلها في طبق. وطبعا حطيت الملح عليها وقمت هرسه البطاطس كده بالشوكة. عندك هرسة البطاطس اهرسي بيها وهسيبها شوية على البوتاجاز ونطفي عليها. وهنا قطعت العجوة كده وشوية جبيس مملحة وهنحط بقى، وغسلتهم طبعا غسلة حلوة، وانزل باللبن. وبعد ما تعمل نجيب بيضتين نضربهم في قلبها اهيت، ولا بحط لها ملح ولا سكر ولا اي حاجة، يا دوب بس بعد ما تمسك كده لما تفك خالص تقوم مفقش عليها بيضة اتنين اللي عندك. رحت بقى شوية عسل كده، وهنا طبعا قلتلكوا الطماطم على الجبنة على الطماطم والملح والبيض اللي هو بقاله كام يوم في التلاجة، وحتة القشطة اللي طالعة من الربع الرايب. وهنا قطعت خيار وقطعت طماطم. وهنا العجوة بدأت هي تتهري، ولا تقولي هاند بلندر ولا أي حاجة، هي بتتضرب كده مع بعضها. تنزلي عليها بيضتين بقى وخلاص. على كده عندك بيضة حلوة كفاية، وكيس فانيليا صغنون. بيضة وترجي وبيضة وترجيها تاني. ولقيت الحمد لله بنتي مخلصه الفانيليا مش عارفه في ايه. والله ما خدتش وقت على البوتاجاز، على طول اهوت ما شاء الله. اي حته ماسكه بقى بتفك مع بعضها، وطي عليها البوتاجاز واسيبها مع نفسها كده. ده احلى بروتين لعيالك، عجوه. وطبعا كده كده العجوه بتتعمل من بلح ولبن والبيض. وبألف هنا وشفا. عملوا لنا لايك جميل كده زي قلبكم، واشتركوا بقناتنا المتواضعة. يا رب تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. هنضطر نقفل شوية عشان نرن على بروج.
وكده فطرنا بفضل الله، مغطية العسل عشان مفيش ناموس ولا تنبانة ولا أي حاجة تقع فيه، والقشطة بتاعتنا والطماطم والجبنة على طماطم جميلة كده بشوية الملح وطبق العجوة اللي احنا لسه عاملينه مع بعض، والبيض على بطاطس اهوت، والبيض اللي بقاله كام يوم في التلاجة والطماطم والخيار. أبروج راح يجيب لنا العيش، ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وانزلوا تحت في التعليقات صلوا على الحبيب، ودعوة حلوة منكم لإخواتنا في فلسطين، ودعوة حلوة منكم لينا وليكم منا بالمثل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. متعشمة في ربنا ثم فيكم ان انتوا تكبروا بخاطري وربنا يكبر بخاطركم، تعملوا لنا لايك واشتراكات وتكبروا القناة بفضل ربنا ثم بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتفضلوا معانا فطرنا المتواضع بفضل الله وستر من عند ربنا.